العلاقات السوية فيها خناق عادي وفيها مشاكل عادي. عندك الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته كان بينهم مشاكل. انت ما سمعتش عن حديث طلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه؟ ايه ده؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نسائه؟ هنعرف ان شاء الله الكلام ده في اخر الفيديو. الحديث ده بيحكيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبيبدأه بيقول: كنا معشر قريش قوما نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. يعني إيه نغلب نساءنا؟ يعني الكلمة اللي نقولها ما تتردش، مفيش واحدة تراجعني في الكلام. فالكلام ده كان في مكة. لما راحوا المدينة لقوا إن نساء الأنصار بترد وبتقاوح وبتجادل لما يكون الكلام مش عاجبها. سيدنا عمر بيحكي وبيقول: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فكرهت أن تراجعني، ما عجبنيش الكلام فاستغربت. قالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ لما تكره أن أراجعك وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصباح؟ ده الرسول زوجاته بيتخانقوا معاه، بيردوا عليه، وكمان بيخصموه لحد الصبح، فأنت مش عاجبك إن أنا برد عليك؟ فطبعا سيدنا عمر اتصدم واتلهى على اللي يخصه، اللي هي السيدة حفصة. فأول حاجة قال: أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت. طبعا الأب يهمه بنته، فخد بعضه جري، قام لبس هدومه وطلع على ستنا حفصة. وقبل ما يروح لستنا حفصة عدى على السيدة عائشة، استأذن عليها ودخل سألها: أو تهجر إحداكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الصباح يا بنت الصديق؟ فالسيدة عائشة ردت عليه بما معناه يعني خليك في اللي يخصك، تقصد طبعا السيدة حفصة. سيدنا عمر سابها وراح فعلا للسيدة حفصة ودخل عليها وسألها: أو تهجر إحداكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الصباح؟ قالت: نعم. فسألها باستغراب ما معناه: أو تأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله؟ أنتوا مش بتعاملوا مع زوج عادي، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت مش خايفة أن الرسول لو غضب عليك ربنا يغضب عليك الغضب الرسول؟ وبدأ ينصحها نصيحة الأب لبنته. قعد يقول لها: أي بنيتي، لا تطلبي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تستكثري، وسليني ما بدا لك. اللي انت عايزاه واللي انت شايفاه مقصر فيه في بيته اطلبيه مني انا وانا هعمله لك، ولكن لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين نبهها لنقطة، قال لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد السيدة عائشة، أوضأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إليه منك. يعني أنت ما تتغرش إنه بيعمل خاطر للسيدة عائشة فأنت تدلع عليه زي ما هي بتدلع عليه. لا، اعرفي مقامك واعرفي مكانتك كويس، هي أحب إليه منك، فهيقبل